عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة هنكلمكم على ميزة جديدة في أو يعني خاصية جديدة من خصائص اللي هو الميكسر التوب برو 4820، وهي الكيهات اللي احنا عندنا المفاتيح ديت من 1 لغاية 16. دي ممكن ابرمجها انا على حسب ما انا عايز. ممكن اخليها باصات او اوكسيلري، ممكن اخليها تشانلات، ممكن اخليها افكتات زي ما انا عايز. بتيجي البرمجه ازاي؟ طبعا هنا مبتبقاش متبرمجه خالص. انت اول هنا بتدوس اول حاجه على السيستم هنا كده، وبتنزل هنا كده على اليوزر كي. تمام. وعندك هنا دي عدد المفاتيح هنا من 1 لغايه 16. انت مختار مثلا اول واحد هنا، هنخليه مثلا نغيره من هنا كده، هنخليه مثلا اللي هو الشانل، هنخليه تشانل سيلكت، هنخليه مثلا باص 1 او باص 2 او باص 3. خليه باص 3 اللي هو الاوكسيلري. تمام. 2 هنا اللي هو الجروب، 3 اف اكس 1، 4 اف اكس 2، 5 وهكذا. احنا مبرمجينهم هنا. بعد كده هندوس انتر هنا كده وهنخرج بره خالص. انا لو جيت هنا ودوست على رقم 1 هنا، هيروح داخل اوتوماتيك على الباص رقم 3 اهو. تمام. رقم 1 هندوس على رقم 2 كده، هيروح داخل لي على الجروبات. تمام. الجروبات والاختيارات بتاعت الجروبات، هندوس رقم 3 كده، هيروح داخل لي على اف اكس 1. هندوس رقم 4 هنا كده، هيروح داخل لي على اف اكس رقم 2. هندوس رقم 5 كده، دخول لي على رقم 5. عايزين نرجع خالص، هنروح دايسين هنا على الاف بي سي اون هنا، هيروح راجع لك على الخط اللي انت واقف عليه. وانت الاختصارات ديت بتساعدك بقى. انت كل ما شويه تغير مثلا شانلات من هنا، او تغير اوكسيلري، او تغير افكت، او تغير الكلام دوت، انت بدوسه واحده من هنا كده انت بتخش على اللي انت عايزه. يعني انا مثلا تدوس واحد كده، هتروح داخل على الباص 3 او اوكسيلري 3. تمام. هتدوس على 2، هتروح داخل على الجروبات على طول. فالموضوع هيبقى سهل بالنسبه لك. فده كان من ضمن الخصائص برضو. وفي خاصيه تانية جميله قوي هتعجبكم، اللي هي انت لو عندك عملت الكونفيجريشن بتاعك كله. تمام. عملت الكونفيجريشن بتاعك كله، يعني التسطيب بتاعك بتاع الشغل بتاعك كله، بتاع اللايف بتاعك او بتاع الباند بتاعك، وانت عايز مفيش حد يلعب في الجهاز. تمام. فتعمل ايه؟ انت ممكن تعملي لوك، بحيث يعني انا هنا مثلا انا معلي مثلا الايه الشانل 1 على مثلا 18 سالب 18 دي بي. تمام. فانا اروح دايس هنا كده، اعمل له لوك، اخش على السيستم هنا كده. في حاجه هنا عندنا موجوده اللي هي اللوك ديت. اول ما بدوس ديت كده بيقول لي ار يو شور تو لوك ماشين، بقول له اوكي. تمام. فانت كده كل الشانلات اللي عندك هنا كده اهو، لو شفتوا هنا كده يا جماعه اهو، بطلع وانزل كلها مقفوله. هو بيقول لك دخل الباسورد اهو، ادوس على اي حاجه هنا هو يجيب لك الشانلات بس، يعمل ميوت بس. تمام. لكن انت ترفع الفيدر وتنزله اهو، ترفع الفيدر وتنزله كده، ده بيديك لوك هنا. تمام. فانت ايه في الحاله ديت بتبقى الموضوع عندك حتى في الاوكسيلري هنا، حتى قصدي في الاف اكس هنا، انت بتعلي وتوطي اهو، مفيش، هو ثابت على سالب 12. طيب عشان تفك اللوك دوت، تروح بدخل الباسورد اللي هو الماستر كود بتاعك اللي هو الدي ام 48 200. تروح دايس انتر كده، خلاص هو كده اتفتح معاك. احنا لو جينا هنا كده هتلاقي كله اشتغل معاك زي ما انتم شايفين كده. تمام. فدوت يعني الناس اللي خايفه لحد يلعب في الجهاز او الكلام دوت، انت ممكن تعمل لوك لكل القصه ديت ما عدا الميوت بس. تعمل لوك لكل حاجه ما عدا الميوت عندك. فالموضوع هيبقى سهل عندك ومريح، عشان الناس اللي خايفه ان حد يلعب في الميكسر وهي مش موجوده والكلام دوت. لا، انت بتقفل كل اللوك بتاعك، ومفيش حد يقدر يلعب في اي حاجه الا لما يدخل الباسورد عشان يفتح الميكسر كله. ودي من ضمن المميزات الجميلة اللي هتساعدنا، اللي مفيش حد يقدر يبوظ الشغل بتاعنا، او حد يقدر يلعب في اي حاجة حتى لو احنا مش قدام الميكسر. تمام يا جماعة. ان شاء الله بإذن الله في فيديوهات تانية عن الميكسر في المجمل كله، ان شاء الله في لايفات بقى على ارض الواقع بإذن الله، وهسمعكم الصوت بتاعه. فاللي عايز اي حاجة في الميكسر هنا، انا طبعا عامل فيديوهات كتيرة على اليوتيوب وعلى الفيس، فكلموني، سيبولي التعليقات بتاعكم وانا هرد عليكم ان شاء الله باذن الله.
عشان يبقى كل الامور واضحة بالنسبة لنا وتبقى الموضوع كله واضح. ماشي يا جماعة، يعني هسيبكم بقى بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم في مواضيع جديدة مع المكسرات الديجيتال المتنوعة، أو المكسر اللي احنا شغالين عليه دلوقتي اللي هو التوب برو 4820. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.